لو انت كل مرة بترميها فانا جاية الحقك قبل ما تعملي فيها اي حاجة، لان اللي انت بترميه ده بجد كنز ليه فوايد عديدة انت ما تعرفيش عنها اي حاجة. كل اللي تعرفيه شوية معلومات وكلها غلط، ان هي غلط، بتجيب تجلط، بتجيب معرفش ايه، بتجيب امراض ايه، وكل المعلومات دي غلط غلط غلط. الدهن الحيواني اوعك ترميه، وهقولك ازاي في فيديو النهاردة تحوليه لسمنة. هتجيبي الدهن الحيواني وبعد كده هتكوني متلجاه، وهتضربيه في الكبة ناعم، وبعد كده تحطيه في الحلة، وهتحطي عليه كوباية من اللبن ومعلقة صغيرة من الملح، وهتحطي عليه لو عندك وش لبن هتحطي عليه وش لبن، ما عندكيش يبقى هتسيحيه زي ما انا ما قلتلك. عندك شوية من السمنة البلدي اللي هي السمنة الفلاحي حطيه برضو عليه، وهتسيبيه على نار هادية لحد ما يتحول معاكي للسمنة اللي انت شايفاها دي. هتستخدميها لكل اكلك. هقولك ازاي، بصي الحلاوة ازاي تكون مرملة. اولا وش اللبن واللبن نفسه بيديها ريحة حلوة قوي، اللي هي ريحة السمنة البلدي. في الآخر خالص، قبل ما تطفي عليها بدقيقتين أو 5 دقايق هتقومي حاطة لها كوباية كبيرة من الزيت. الزيت بيديها الترميلة اللي انتي هتشوفيها معايا. عايزة أقولك لو انتي جربتي تعملي بيها الأكل مرة من غير لحوم هتدمنيها بعد كده. مش هنقول عليها دهنة بعد كده، احنا هنقول عليها سمنة طبيعية 100%، مفيدة برضو 100%. إن شاء الله هتجربوها وهتدعولي تاني. إن شاء الله هنزل لكم كل الفوائد بتاعتها. متنسوش بقى متابعة ولايك عشان يوصل لكم كل جديد، وقوليلي في الكومنتات رأيكم في الفيديو.